ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت بدأت تصور من غير عطية؟ ازاي كده يا جماعة؟ ايوه، النهاردة عطية مش معايا. الراجل داخل على نهائي كونفدرالية ومتوتر حبتين. خلينا ندعي له، يمكن ربنا ينفخ في صورتهم ويكسبوا بطولة جديدة، ولو اني ما احبش ده قوي يعني. انا جوهري اهلاوي من التالتة شمال، ودي صفارة خناقة. ويلا بينا على بداية حلقة جديدة. كلنا شفنا ماتشات امبارح، كلها تتلعب في وقت واحد. كان نفسي الصراحة الماتشات دي تتلعب كلها في وقت واحد من بداية الدور التاني للدوري. في منافسة رهيبة. يعني بيراميدز بيتعادل، الزمالك بيكسب بشق الأنفس، الأهلي بيكسب سكور على غير العادة وبيلعب حلو، بيضيع كتير. يعني منافسة شديدة شديدة، تقريبا بقالنا كتير جدا مش شفناهاش من زمان في الدوري بتاعنا. يمكن آخر منافسة أنا شفتها بتحصل بالطريقة دي كان الدوري بتاع الأهلي والإسماعيلي اللي خدناه برضه في آخر جولة. يعني أتمنى طبعا كأهلاوي واستغل ان النهارده عطيه مش معايا، فمش هيقاوحني كتير، ان احنا برضو يعني يكون ده جوله اخيره بنفس روح الجوله اللي خدناها في اخر دقيقه مع الاسماعيلي. ويلا بينا نبدا حلقتنا. كلام كتير بقى عن المدرب الجديد وهيجي امتى وهيكون موجود اجنبي مصري. طيب، وجهة نظري انا في اللي مطروحين على الساحه دلوقتي، سواء حسام بدري، سواء مدرب سيراميكا علي ماهر، سواء انضمام محمد شوقي للجهاز الفني. طبعا كلهم يعني انا بالنسبه لي كويسين وفعلا قامات تدريبيه. بس انا عن نفسي كجوهري يعني اتمنى مدرب اجنبي شخصيه قويه. نفسي يعني يجي مدرب اجنبي شخصيه قويه ويكون معاه مدربين مساعدين مصريين فعلا بروح الاهلي. عن نفسي بالنسبة للعيبة اللي موجودة برضو ما اتمناش ان نستغنى عن لعيبة كتير. احنا محتاجين نبني، ما نهدش. لعيبة نبني عليها زي بن شرقي وحسين الشحات وزيزو. اللعيبة مش وحشة، هما بس فاقدين الثقة، فاقدين ان حد يحمسهم، فاقدين الدوافع، فاقدين ان هما ينسقوا ما بينهم وبين بعض ان احنا فعلا فريق قوي ما نستحقش المكان اللي احنا وصلنا لها دي. حاجة تانية أخيرة، الزمالك هيلعب في الكونفدرالية. يعني عن نفسي كأهلاوي ما أتمناش إن هم يكسبوا. بكل صراحة أنا مش الأهلاوي الكلاسيك اللي هو بشجع الفرق المصرية في الحوافل الأفريقية وكذا وكذا. يعني أتمنى إن هم زي ما كسبوا سموحة كده في آخر دقيقة من غير لعب ومع شق أنفس رهيب، مش عارفين يعني زي ما بيقولوا كده فاقدين الأهلية في الملعب، يخسروا بأي نتيجة هناك، والنهائي هنا برضو ما يتوفقوش قوي يعني. أتمنى عطية يعني ما يبقاش متضايق من حاجة زي كده، ولو حبيت الفرصة ليه ان هو يرد عليا برضو يرد. توقعاتي للي جاي، احنا تقريبا الفترة اللي جاية هنقعد 10 ايام من غير الاهلي او 11 يوم. يعني فترة كبيرة الصراحة على ان انا افضل قاعد مستني الاهلي يلعب ايا كان ايه اللي هيحصل في الدوري ده. ما كنتش اتمنى خالص ان ده اللي يحصل. ان شاء الله ان شاء الله الفترة اللي جاية تكون احسن. ان شاء الله الادارة بتاعتنا تصحى وتفوق وتختار مدرب كويس، تدعم بلاعبين كويسين. محتاجين سيرد باك كويس جدا، محتاجين يعني سترايكر واضح وصريح وعنده امكانيات جبارة تليق بالاهلي. من زمان ما جالناش حاجة زي كده، ولما جالنا وسام ابو علي يعني فرطنا فيه بكل سهولة اعتقد. دي كانت حلقة لايت كده معانا وفي صفارة خناقة، واتمنى تكون عجبتكم. وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن. سلام.